السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة ميكس. في الفيديو ده هنتكلم عن الترتيب النهائي للدول من حيث عدد الميداليات التي تم الحصول عليها بعد انتهاء اولمبياد باريس رسميا. فهنتكلم عن ترتيب مصر وبعد كده ترتيب البعثات العربية، وبعد كده طبعا هنتكلم عن الترتيب العام اللي تتصدره الولايات المتحدة الأمريكية. فمصر في الترتيب رقم 53 وهي في الترتيب رقم 3 عربيا. طبعا مصر حصلت على ميدالية ذهب عن طريق أحمد الجندي في الخماسي الحديث، وفضية في رفع الأثقال عن طريق اللاعبة الجميلة سارة سمير، وبرونزية عن طريق اللاعب محمد السيد. فالمجموع الكلي للميداليات المصرية 3 ميداليات، وطبعا ده رقم قليل جدا، يعني ان البعثه دي الاكبر في تاريخ مصر وفي تاريخ كل الدول العربيه والافريقيه. ناتي هنا لترتيب البعثات العربيه. طبعا البحرين هي البعثه الاولى عربيا ورقم 33 في الترتيب العام. البحرين حصلت على ميداليتين ذهبيتين، واحده فضيه واحده برونز، والمجموع الكلي 4 ميداليات. في الترتيب الثاني عربيا البعثه الجزائريه بذهبيتين وبرونزيه، والمجموع الكلي 3 ميداليات. في الترتيب الثالث عربيا مصر ورقم 53 في الترتيب العام. مصر حصل زي ما قلنا على واحده ذهب واحده فضه واحده برونز، والمجموع الكلي 3 ميداليات. في الترتيب الرابع عربيا، وتخلف مصر على طول حتى في الترتيب العام، مصر 53 وتونس 54. فتونس في الترتيب الرابع عربيا ورقم 54 في الترتيب العام، وبرضه بنفس رصيد مصر من الميداليات، واحده ذهب واحده فضه واحده برونز، والمجموع الكلي 3 ميداليات. في الترتيب رقم 5 عربيا هي البعثه المغربيه، ويعني في الترتيب رقم 60 في الترتيب العام، والمغرب حصلت على ذهبيه وبرونزيه. طبعا البرونزيه المغربيه دي لها يعني وزن كبير جدا لانها في كره القدم، ولكن برضه هي في الاخر برونزيه، ولكن يعني بالنسبه للشارع وللجمهور طبعا هي لها يعني قيمه كبيره جدا، لانها في اللعبه الشعبيه الاولى على مستوى العالم. وكمان دي اول ميداليه برونزيه او اول ميداليه في العموم لاي من المنتخبات العربيه اللي شاركت في الاولمبياد منذ يعني بدايته. فطبعا المغرب رقم 60 في الترتيب العام وبميداليتين. الاردن رقم 74 في الترتيب العام بفضيه، وقطر رقم 86 ببرونزيه، وسوريا رقم 96 بلا ميداليات، والسعوديه في الرقم يعني 98 بلا ميداليات. طبعا والله بصراحه يعني انا زعلان جدا من البعثه السعوديه. السعوديه طبعا بيصرفوا على الحاجات دي، يعني بالفعل طبعا على فكره عشان تصنع بطل رياضي لازم تعمل معسكرات ومحتاج برضو امكانيات ماديه، فما اعتقدش السعوديه بتتاخر في الحاجات دي، وبرضو قطر برضو يعني ما اعتقدش انهم بيتاخروا في انهم يعني يمولوا الرياضيين. فبرضو يعني رقم متدني جدا لا يليق بالامكانيات في السعوديه وفي قطر برضو. فالسعوديه لما تكون رقم 98 من 100 بعثه طبعا وبلا ميداليات، طبعا يعني رقم قليل جدا. دلوقتي هنروح بقى للعمالقه والترتيب العام. انا كنت قلت لكم اني في يعني انا كنت عملت فيديو برضه عن الترتيب في اليوم قبل الاخير، كان اليوم ال 15 قبل الاخير من المنافسات، وكانت الصين هي المتقدمه على امريكا، لان امريكا في العدد الكلي في الميداليات كانت اكتر كتير جدا من الصين، ولكن الصين كانت متقدمه في الذهب. فانا قلت لحضراتكم بكره انا متاكد ان امريكا هي اللي يعني مع نهايه المنافسات هي اللي هتتصدر الترتيب، وبالفعل ده اللي حصل. ففي الترتيب العام بعد ما انتهت المنافسات فعليا، الولايات المتحده الامريكيه في الصداره ب 40 ذهبيه و44 فضيه و42 برونز، والمجموع الكلي 126 ميداليه متنوعه. الصين في المركز الثاني بنفس الرصيد من الذهب زي امريكا، ولكن طبعا الترتيب العام يفرق كتير جدا بالنسبه لامريكا برضو في الفضه وفي البرونز، طبعا فرق كتير امريكا. فالصين في المركز الثاني ب 40 ذهب و27 فضه و24 برونز، والمجموع الكلي 91. ففي فرق شاسع بصراحه ما بين امريكا والصين، او ما بين المركز الاول والمركز الثاني. المركز الثالث اليابان اللي كانت في اليوم اللي قبل الاخير كانت في المركز الرابع، ولكن يعني تفوقت على استراليا. فاليابان في المركز رقم 3 ب 20 ذهب و12 فضه و13 برونز، المجموع الكلي 45 ميداليه. طبعا هنا دايما احنا زي ما قلنا قبل كده ان دايما الثلاثه الاوائل دايما بيكونوا الصين وامريكا وروسيا، ولكن روسيا مش موجوده حاليا، فطبعا يعني في ضلع ثالث من الاضلاع الاولمبيين الاقوياء جدا. فيعني اليابان في المركز الثالث. في المركز الرابع استراليا ب 18 ذهب 19 فضه و16 برونز، المجموع الكلي 53 ميداليه. في المركز الخامس فرنسا، وهي صاحبه طبعا الارض، ب 16 ذهب و26 فضه و22 برونز، والمجموع الكلي 64 ميداليه. رقم 6 هولندا ب 15 ذهب 6
7 فضة و12 برونز، والمجموع الكلي 34 ميدالية. في المركز السابع بريطانيا ب 14 ذهب و22 فضة و29 برونز، والمجموع الكلي 65 ميدالية. رقم 8 كوريا الجنوبية ب 13 ذهب و9 فضة و10 برونز، والمجموع الكلي 32 ميدالية. ورقم 9 إيطاليا ب 12 ذهب و13 فضة و15 برونز، والمجموع الكلي 40 ميدالية. رقم 10 انا اسف لحظه. رقم 10 المانيا ب 12 ذهب و13 فضه و8 برونز، المجموع الكلي 33 ميداليه. رقم 11 نيوزيلندا ب 10 ذهب 7 فضه و3 برونز، المجموع الكلي 20 ميداليه. رقم 12 كندا 9 ذهب و7 فضه و11 برونز، والمجموع الكلي 27 ميداليه. رقم 13 اوزبكستان ب 8 ذهب و2 فضة و3 برونز، المجموع الكلي 13. رقم 14 المجر ب6 ذهب و7 فضة و6 برونز، والمجموع الكلي 19 ميدالية. رقم 15 اسبانيا ب5 ذهب 4 فضة و9 برونز، المجموع الكلي 19 ميدالية. رقم 16 السويد ب4 ذهب 4 فضة و3 برونز، المجموع الكلي 11 ميدالية. رقم 17 كينيا، ودي يعني البعثة الأولى أفريقيا ما شاء الله، يعني بصراحة متقدمين جدا ب 11 ميدالية في المجموع الكلي. فكينيا في الترتيب رقم 17 رقم مميز جدا بالنسبة لكينيا. فهم عندهم 4 ذهب و2 فضة و5 برونز، والمجموع الكلي 11 ميدالية. النرويج رقم 18 في الترتيب العام ب4 ذهب و1 فضة و3 برونز، والمجموع الكلي 8 ميداليات. رقم 19 ايرلندا ب4 ذهب ومفيش فضة و3 برونز، المجموع الكلي 7 ميداليات. البرازيل في الترتيب رقم 20 ب3 ذهب و7 فضة و10 برونز، والمجموع الكلي 20 ميدالية. رقم 21 إيران، يعني إيران طبعا يعني بصراحة يعني حسنت مستواها في البداية، ما كانش في الترتيب المتقدم ده. فإيران في الترتيب رقم 21 ب3 ذهب و6 فضة و3 برونز، والمجموع الكلي 12 ميدالية. رقم 22 أوكرانيا برغم الحرب ما شاء الله برضه في مركز متقدم ب3 ذهب 5 فضة و4 برونز، والمجموع الكلي 12 ميدالية. رقم 23 رومانيا ب3 ذهب 4 فضة و2 برونز، والمجموع الكلي 9 ميداليات. رقم 24 جورجيا ب3 ذهب 3 فضة و1 برونز، والمجموع الكلي 7 ميداليات. رقم 25 بلجيكا ب3 ذهب 1 فضة و6 برونز، والمجموع الكلي 10 ميداليات. رقم 26 بلغاريا ب3 ذهب 1 فضة و3 برونز، والمجموع الكلي 7 ميداليات. صربيا في الترتيب رقم 27 3 ذهب 1 فضة و1 برونز، والمجموع الكلي 5 ميداليات. رقم 28 جمهورية التشيك ب3 ذهب مفيش فضة و2 برونز، والمجموع الكلي 5 ميداليات. الدنمارك في الترتيب رقم 29 ب2 ذهب 2 فضة و5 برونز، والمجموع الكلي 9 ميداليات. رقم 30 كرواتيا ب2 ذهب 2 فضة و3 برونز، المجموع الكلي 7 ميداليات. بعد كرواتيا في عندنا رقم 31 أذربيجان ب2 ذهب 2 فضة و3 برونز، والمجموع الكلي 7 ميداليات. رقم 32 كوبا ب2 ذهب 1 فضة و6 برونز، المجموع الكلي 9 ميداليات. رقم 33 ودي يعني أول بعثة عربية، البعثة البحرينية ب2 ذهب وواحدة فضة 1 برونز، والمجموع الكلي 4 ميداليات. زي ما قلنا البحرين في الترتيب رقم 33 في الترتيب العام. رقم 34 سلوفينيا ب2 ذهب 1 فضة وما فيش برونز، والمجموع الكلي 3 ميداليات. رقم 35 طيه ب2 ذهب و5 برونز، والمجموع الكلي 7 ميداليات. رقم 36 النمسا ب2 ذهب و3 برونز، والمجموع الكلي 5 ميداليات. رقم 37 الفلبين 2 ذهب و2 برونز، والمجموع الكلي 4 ميداليات. رقم 38 هونج كونج ب2 ذهب و2 برونز، والمجموع الكلي 4 ميداليات. رقم 39 اندونيسيا ب2 ذهب 1 برونز، والمجموع الكلي 3 ميداليات. رقم 40 الجزائر، ودي يعني البعثه الثانيه عربيا والثانيه افريقيا. برضو الجزائر في الترتيب رقم 40 ب2 ذهب و1 برونز، والمجموع الكلي 3 ميداليات. الصهاينه في الترتيب رقم 41 ب1 ذهب و5 فضه 5 فضه و1 برونز، والمجموع الكلي 7 ميداليات. رقم 42 بولندا ب1 ذهب 4 فضة و5 برونز، المجموع الكلي 10 ميداليات. رقم 43 كازاخستان ب1 ذهب و3 فضة و3 برونز، المجموع الكلي 7 ميداليات. رقم 44 تايلاند 1 ذهب و3 فضة و2 برونز، المجموع الكلي 6 ميداليات. رقم 45 جنوب افريقيا، يعني بعثة افريقية اخرى اهي، ب1 ذهب 3 فضة و2 برونز، والمجموع الكلي 6 ميداليات. رقم 46 جامايكا طبعا برضو
يعني متقدمة جامايكا، واحدة ذهب و3 فضة و2 برونز، والمجموع الكلي 6 ميداليات. رقم 47 اثيوبيا، واحدة ذهب و3 فضة والمجموع الكلي 4. رقم 48 سويسرا بواحدة ذهب 2 فضة و5 برونز، والمجموع الكلي 8 ميداليات. رقم 49 الاكوادور، واحدة ذهب 2 فضة و2 برونز، والمجموع الكلي 5 ميداليات. رقم 50 البرتغال، واحدة ذهب و2 فضة وواحدة برونز، والمجموع الكلي 4 ميداليات. رقم 51 اليونان، واحدة ذهب واحدة فضة و6 برونز، والمجموع الكلي 8 ميداليات. رقم 52 الارجنتين، واحدة ذهب واحدة فضة واحدة برونز، والمجموع الكلي 3 ميداليات. ورقم 53 مصر بواحدة ذهب واحدة فضة واحدة برونز، والمجموع الكلي 3 ميداليات. رقم 54 تونس، واحدة ذهب واحدة فضة واحدة برونز، والمجموع الكلي 3 ميداليات. بوتسوانا رقم 55 واحدة ذهب واحدة فضة والمجموع الكلي 2. سان لوسيا فيها ترتيب رقم 56 واحدة ذهب واحدة فضة والمجموع الكلي 2. رقم 57 شيلي، واحدة ذهب واحدة فضة والمجموع كله 2. رقم 58 اوغندا بواحده ذهب واحده فضه والمجموع كله ميداليتين. جمهوريه الدومينيكان في الترتيب رقم 59 واحده ذهب واثنين برونز والمجموع الكلي 3 ميداليات. رقم 60 المغرب بواحده ذهب واحده برونز والمجموع الكلي ميداليتين. رقم 61 جواتيمالا، واحده ذهب واحده برونز والمجموع كلي ميداليتين. باكستان رقم 62 واحده ذهب فقط. والدومينيك بالترتيب رقم 6 او 63 بواحده ذهب. رقم 64 تركيا ب3 فضه و5 برونز والمجموع الكلي 8 ميداليات. المكسيك رقم 65 ب3 فضه و2 برونز والمجموع الكلي 5 ميداليات. ارمينيا في الترتيب رقم 66 ب3 فضه وواحده برونز والمجموع الكلي 4 ميداليات. رقم 67 كولومبيا ب3 فضة وواحدة برونز والمجموع الكلي 4 ميداليات. طاجكستان في الترتيب رقم 68 ب2 فضة و4 برونز والمجموع الكلي 6 ميداليات. رقم 69 كوريا الشمالية بفضيتين و2 برونز والمجموع الكلي كوريا الشمالية بالترتيب في الترتيب رقم 69 ب2 فضة و4 برونز والمجموع الكلي 6 ميداليات. رقم 70 ليتوانيا في الترتيب رقم 70 ب2 ذهب و2 فضة و2 برونز والمجموع الكلي 4 ميداليات. رقم 71 الهند بواحدة فضة و5 برونز والمجموع الكلي 6 ميداليات. مولدوفا في الترتيب رقم 72 بواحدة فضة و3 برونز والمجموع الكلي 4 ميداليات. كوسوفو في الترتيب رقم 73 بواحدة ذهب واحدة فضة واحدة برونز والمجموع ميداليتين. رقم 74 الأردن بواحدة فضة. قبرص 75 بواحدة فضة. فيجي في الترتيب رقم 76 بواحدة فضة. منغوليا 77 بواحدة فضة. بنما برضو في الترتيب رقم 78 بواحدة فضة. طاقجستان بالترتيب رقم 79 ب3 برونزيات. ألبانيا في الترتيب رقم 80 ببرونزيتين. جرينادا في الترتيب رقم 81 ببرونزيتين. بورتريكو في الترتيب رقم 82 ببرونزيتين. ماليزيا في الترتيب 83 ببرونزيتين. سلوفاكيا في الترتيب رقم 84 ببرونزية. سنغافورة 85 ببرونزية. قطر 86 ببرونزية. كوت ديفوار 87 ببرونزية. بورتريكو في الترتيب رقم 88 ببرونزية. بيرو في الترتيب رقم 89 ببرونزية. وزامبيا في الترتيب رقم 90 ببرونزية. الرأس الأخضر في الترتيب رقم 91 ببرونزية. فريق اللاجئين الأولمبي في الترتيب رقم 92 ببرونزية. وفي 4 بعثات في بعض البعثات هنا يعني من اول 93 لغايه 100 ما حصلوش على اي ميداليات. ف 93 تركمانستان بلا ميداليات. 93 تركمانستان بلا ميداليات. 94 غانا بلا ميداليات. 95 ناميبيا بلا ميداليات. رقم 96 سوريا بلا ميداليات. 97 بوركينا فاسو بلا ميداليات. و98 السعوديه بلا ميداليات. 99 برمودا بلا ميداليات. واخيرا مقدونيا في الترتيب الاخير ورقم 100 بلا ميداليات. يعني شكرا لحضراتكم، ويعني ان شاء الله نلتقي باذن الله بعد 4 سنوات من النهارده في الاولمبياد القادم. ويعني كنا نتمنى ان تكون البعثه المصريه لها تواجد افضل من كده، وكل البعثات العربيه بصراحه برضو اداء يعني
اقل من المتوقع في كل البعثات العربيه، باستثناء يمكن البحرين اللي بالفعل حققت ذهبيتين وفضيه وبرونزيه، فالى حد كبير يعني مرضيه. ولكن كل البعثات العربيه برضو ما كانتش يعني على خير تمثيل لبعثتها او لبلادها. ويعني هنا نوصل الى نهايه الفيديو، وشكرا لحضراتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.